عندنا كذلك السيد الوالي الماء الشاروب. الماء الشاروب نفس الشيء. عندنا في بلديه الغدير، عين شرشار، السبت، ولاد حبابه، سعيد بوصبع. الماء الشاروب هذا رانا هضرنا وزدنا عاودنا. انا هضرت مع مسؤول قال لي، قلت له علاه الماء ينقص في الصيف وفي الشتاء كاين؟ قال لي بريسك في الصيف نستهلكوا. قلت له يا اخي، الماء اللي كنتي تعطيه لي في الصيف كنتي تعطيني 20 لتر ماء، اعطيها لي في الشتاء. ما تقدرش. حنا الماء المشكل تاعو هو انه الفلاحين السيد الوالي يبيكيو التيو تاع الماء الشاروب. هذا من الفلاحين هذو ما نقدروش احنا باه نقتلوهم. انا جربت الفلاح، انا فرق عندي شجره تا الطماطم الصباح كي تكون منعنعه بزي وكي تكون مدباله بزي، نكسر تي وكي نكون فلاح. خاطر هذو الناس غدوه انت بعد السيد الوالي كي تحبسي عليهم راح يولي الشعب يطالبك يقول لك البطاطا ما كانش، هذيك ما كانش، يعني مشكل. دوك حنا باه نحاربوا المشكل هذا تاع البيكاج لازمنا نامنوا التيو تاع الماء، لازمنا نامنوه. بما نامنوه ما نقدروش باه نحطوا حنايا كل جدارمي ولا كل بوليسي نحطوه في بلاصه. واش لازمنا نديروا؟ لازمنا نحطوا ماء تسقي يا سيد الوالي. الماء تسقي يمشي مع التيو تشرب، واحد ما يبيكيه. داروا هذو تاع الجزائريه المياه ما خلاو ما يديروا، بصح يبيكي لك. حنا فلاحين هذو خاوتنا بعد ما نقدروش نقفلوا عليهم، بصح كي نديروا لهم تويو. حنا الولايه سكيكدا 33% من الاراضي تاعها خصبه، يعني نقدروا نستغناو على كلش، نبقاو مبازين غير على الفلاحه. عندنا زعيتريه، عندنا عين شرشار، عندنا بن عزوز، عندنا هذو المناطق كل السيد الوالي راح يحركوا الولايه سكيكدا. الولايه سكيكدا راح تتحرك.